السلام عليكم الغزالات، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. وانتم معايا في هذا الفيديو ديال اليوم. كما شفتوا في الاول ديال الفيديو، اليوم نشارك معكم اللوبيا على طريقه ديالي، طريقه اللي هي سهله وكتجمعي كلشي دقه واحده وكتحصلي على نتيجه رائعه جدا. هنايا عندي تقريبا ما كاملش نص كيلو ديال اللوبيا. درت 3 الحبات ديال مطيشه اللي هي طيبه مزيان وحمراء، ما تكونش قاصحه عاصيه، البنات تكون طايبه. وخديت واحد البصله ديال سمعي واحد البصله، خديت بصل حبه وحده بصله غادي نحكها. البصله ما تكثروهاش باش ما تعطيكمش المروره في اللوبيا ديالكم. هنا من بعد ما حكيت البصله ومطيشه غادي تجيبوا شي طنجره ديال الضغط ولا جميله فاش كطيبوا اللوبيا ديالكم. انا غادي نجيب كوكوت وغادي نخوي فيها هاد المطيشه اللي حكيت هي وبصله. من بعد غادي نبدا نضيف ليها الاضافات ديالها. تما اللوبيا البنات راني رقدتها الليله كامله، رقدتها خويت على غير ما بارد، خليتها تولي فتيه. واللي كان اللي زربان وما بيتاش ليله كامله ممكن يكب على غير الماء السخون وتولي هي هذيك واجده دغيا كتوجد. بالنسبه للتوابل كما كتشوفوا درت قزبور ومعدنوس، كان عندي غير في المجمد. هنا عندي مخلط ما بين زيت المائده وزيت الزيتون، وغادي ندير الملحه على حسب الذوق. الا كانت مطيشه حامضه من احسن قللوا من الملحه، كانت مطيشه حلوه ديروا كميه تاع الملحه عاديه. هنا غادي ندير كما تيبان لكم في الصوره التوابل: اسكنجبير معلقه، ومعلقه ديال خرقومه بلديه، ومعلقه ديال ابزار ما تكثروش على حسب الحار، وكمون والتحميره. كاين اللي كيستغنى على اسكنجبير وكيستعين بالكمون، ولكن كل واحد والطريقه ديالو في الطهي. يعني كلتا الحالتين كتجي المذاق زوين وكتجي الوصفه زوينه. كما كيبان لكم عندي معلقه صغيره ديال القهوه، هذيك راه ماشي كبيره، متوسطه. كدير كلشي دفعه واحده كنحصل على نتيجه زوينه. غادي نجيب واحد الملون غذائي تا هو غادي ندير شويه ضروري، معليش نكتر منه. واللوبيا ديالي كما غادي تبان لكم هنايا من بعد ما باتت ليله كامله هي مرقده في الماء بارد. شفتوا البنات كتفسخ لكم ديك الجلده باش كتعرفوها راه صافي صالحه للاستعمال. هنايا اللي بغى يقلي هاد لاصوص بوحدها ممكن، اللي ما بغاش انا كندير كلشي دفعه واحده وكندير كيتقلى كلشي، كنديرها شويه بشويه باش الا دازت لي شي حاجه ما شفتهاش خايبه تحيدوها ضروري. هنا من بعد ما ضفتها كامله غادي تحركوها بحال هكا باش ديك اللوبيا تلبس ديك التوابل كامله مع ديك لاصوص طوماط وداكشي، باش غادي نردها فوق البوطه تقلى هو الاول. كما غادي يبان لكم غادي نضيف حتى معلقه تاع مطيشه ديال الحك. الكميه اللي غادي تعجبكم، كي قلت لكم كاين اللي كيعجبوه الحوامض كاين اللي لا. صافي غنستمر بهذه الطريقه وغادي نحرك جيدا بحال هكا، وغادي نديها فوق النار مهيله تتقلى. هانتوما البنات انا درتها فوق النار تتقلى كما غادي تبان لكم. ها ما درت ليهاش الماء نهائيا، هذيك مطيشه وسميتو هما اللي رخاو الماء ديالهم. وكديروا واحد الكاسرونه فيها كتطبخوا فيها الماء، كتطبخوا فيها الماء باش تضيفوه على اللوبيا. احسن ما ديروش شتي كي قلت لكم البنات، هي كي كتقلى كنقليها انا بهذا الشكل، بهذا الشكل كنقليها حتى اللوبيا كتلبس مزيان مع بعضها. صراحه كتجي هكا بنينه، انا كتعجبني بهذه الطريقه الصراحه. صافي دابا غادي نهز الماء سخون
وغادي نكبو على اللوبيا. الكميه اللي غادي تعرفوا بان غادي تقدكم باش طيب ديك اللوبيا اللي معكم على حسب الكيلوات اللي دايره، كيلو، 2 كيلو، نص كيلو، 4. المهم على حسب الكميه. دابا نسد على الطنجره ديالي، خلي اللوبيا طيب، وندوز باش نصايب شويه تاع الميرنا. كما كتشوفوا عندي واحد شويه تاع الميرنا، غادي ندير لها الشرموله ديالها من بعد ما غسلتها ونقيتها وحطها في واحد البانيو بحال هكا ولا اناء. غتضيفوا لها التوابل على حسب النوعيه تاع الحوت. الا كان الحوت باقي جديد فري جاي من المرسى البحر، منين جاي غادي يكون ديروا ليه غير شويه تاع الكمون والملحه شويه. اما الا كان عندكم ديجا في المجمد ديروا ليه الملحه والكمون وشويه الابزار شويه التحميره، المهم باش تلبسوا ليه ديك العطريه باش تحسوا به يجي زوين. المهم هذه هي الطريقه ديالي انا. كاين شي نوبات كندير ليه زعتره شويه اليازير، المهم كتنسموه باي واحد اي واحد والطريقه ديالو صراحه. المهم من بعد ملي كديروا ليه هكا غادي تميلونجيوه بحال هكا باش يشرب ديك العطريه. عاد من بعد هاد اللي راه كتقليوه وكتشعلوا على المقله فيها شويه الزيت وديروه، انا ديروه فوق النار. بالنسبه للحوت انا باش من دقيق كنقليه كنديرو في الدقيق الفينو والفورس، كنخلط ما بين الفينو والفورس كيجي زوين. ولا كديروا الفينو بوحدو بحال دابا انا هنا دايره الفينو بوحدو، وشي نوبات كنخلط ما بين الفينو والفرص وكنكه ديك الفينو كنكهو بالابزار وزعتره وشويه الملحه على حسب. الا درتو الملحه بزاف في الحوت ما ديروش في الدقيق، درتو داكشي متعادل راه غادي تقادو داكشي يكون زوين ان شاء الله. المهم هذه غير الافكار ديالي والطريقه ديالي في داري. انا من بعد ما درتها في الدقيق الفينو غادي نقليه ونتلاقاو. كما شفتوا من بعد ما قليت الحوت وساليت، هذا هو الطبق ديالي النهائي. شو كي كتجي اللوبيا، كتجي غزاله، كتجي لذيذه، كتجي رائعه وكتجي خاطره الصراحه. كما غيبان لكم غير في الصوره كتجي غزاله وخاطره ورائعه وكتجي فتيه ما شاء الله. المهم كتحطوه في اي طبق ديالكم بحال هكا وكتذوقوه باش ما بغيتو. انا كندير ليه شويه ديال البابريكا هكا في الجناب، كتزيني غير الطبق ديالك كما كيقولوا كتشوف العين قبل ما تاكلي. هنا الميرنه ديالي من بعد ما طيبتها صراحه انا عطيت للدراري يتغداو، وهذا هو الشكل النهائي ومرحبا.